السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا في العنوان ديال هذا الفيديو، اليوم ان شاء الله غادي ندوي لكم على ايجابيات والسلبيات ديال اوروبا. انا هاد الساعه في المانيا، خدمت تقريبا عامين وانا هنا داير تكوين مهني. غنعاود لكم التجارب ديالي، غادي ندوي بواحد الطريقه اللي عفويه بزاف اللي غادي يفهم كلشي. المهم الدراري وبنات، انا هنا في الالمان قبل تقريبا واحد العامين، المهم عامين صراحه. في المغرب دوزنا ديك التماره وكلشي، كان دايز علينا داك الشيء. علاش اي واحد في المغرب كيكون دوز تماره وباغي يبدل حياته تيفكر في اوروبا كوجهه اولى، كيقول البلاد ما عطياناش. كنا كنقولوا هاد الهضره، البلاد راه الله يحسن العوان، الناس الكابلاج راه داخلهم الصاد، الناس اللي خدامين مع بناء في شركات لي سونتر دابيل كلهم عارفين علاش كندوي. واحد النسبه في المغرب واكله الدق، والنسبه الكبيره. انا كنت من هاد الفئه وضباب الله شفت هاد الطريق ديال المانيا. المهم الدراري اللي غيشوفوا اول مره هاد الفيديو، فيديوهات اخرين تنشرح فيهم كي درت لا بغيتي تجي لالمانيا عن طريق التكوين المهني. وراه درت واحد الفيديو تسحب الرموكات. شفت هاد الطريق بديت نقرا. انا كنت بديت القرايه اللغه قريتها في 2019، قريت وما قدرتش نكمل باش ما كانوش عندي الماده فلوس. قررت انني نخرج نخدم باش نجمع واحد شويه ونولي نبدا. داكشي اللي درت. خرجت تقريبا واحد 3 سنين ديال الخدمه، حفر هنا صافي. جمعت واحد البركه، قريت بيا تيسرات الامور. جيت لهنا على اساس انني راجل اوروبا. نتوما ولا انا في ديك الوقيته كنت كنسمع اوروبا، تنسمع العاقه، فلوس، اللعيبات كذا. صافي جيب واحد الفكره ديال انني فهمتي غادي نحقق لواحد الدخول الشهري. جيت لهنا وانا ماشي تصدمت بالواقع. ما حنا دابا الناس اللي كيكونوا في اوروبا الله يجازيكم بخير، مابقاش تصوروا على بنادم، كتحط النقاط على الحروف. هادي ماشي انت تبقى خدام العام كامل واكل الدق وكتجمعهم بالسونتيم وتود المغرب تشري طوموبيل عن تبقى تصور على بنادم. فهمتي حنا انا كنت واحد الضحيه. مثال انا كنت خدام مزيان، واخا كنت عندي واحد الصالير اللي مزيان في المغرب، 15000 درهم ولا 20000 درهم، وبديت كنسمع اوروبا وتصيدت فوجي. جيت لهنا وسمحت في خدمتي ولقيت هذا الواقع اللي انا فهمت. مازال بنادم اللي جالس في المغرب تنهضر بحرقه، والله الا تنهضر الدراري بحرقه. راه بنادم اللي جالس في المغرب انا ننصحو دابا يجي لاوروبا، باي طريقه يجي يصوفي راسو. فهمت؟ ماشي صوفي راسو يضرب للسقف. لا كنتي باغي حلاله طيبه راه غادي تبقى غادي ستيب، فهمتي، البركه وصافي. لحقاش هنا بالرجوله المعيشه غالي. المهم نكمل لكم من خلال التجربه ديالي. جيت لهنا بديت مقاتل مع الدنيا كدا، داير تكوين مهني. دابا كتقبط واحد البركه في الشهر. هاك البركه كتشد انك كتحطها، كتولي عايش نفس العيشه ديال المغربي. انت في واحد السيتياسيون ما حسن شويه، ماشي ما حسن، مدرق وجهك. راه ما كنقولوش في المغرب راه شي واحد ما كيموت بالجوع، راه بنادم اللي خدام راه كاينين تبارك الله الناس اللي خدامين. المهم الدراري والدريات باش ما نطولوش الفيديو، نحاولوا ندويو على السلبيات والايجابيات ديال اوروبا والسلبيات والايجابيات ديال المغرب. المهم نبدا لكم باول حاجه. كنشوف انه بنادم يقدر يستحق ولا يستاهل انه يجي لنا لاوروبا، هي التطبيب. كما كتعرفوا هنا فاش كتخلص راه كيتمشي لك واحد النسبه ديال الصالير ديالك الحوايج اخرين، التقاعد، التطبيب، المسائل. المهم هذه في اي نظام تنظلتها في المغرب كاينه ولا سناسات. المهم هنا فاش كتشد واحد لاكارت تخلص عليها من الشهر للشهر اللي كيقطعوا لكم هما من هذا، حيت تيكون هنا التغطيه الصحيه اجباريه، ما يمكنلكش ما ديرهاش. هذيك لاكارت كتقدر تمشي بها للطبيب، دوز دير المسائل ديالك. المهم هذه نقطه 100% ايجابيه، لحقاش الوقت والزمان هذا ما صعبش شنو يجي. النقطة الثانية اللي كنشوفها حتى أنا إيجابية، الأمان. أنك خرج مع 12 الوحدة 2 3 ما غاديش تلقى المشكل، ما كاين لي أديك ولا شي حاجة. وهي ماشي 100% ولكن 95% كاينش لي أدي. هنا كاين شي بلايص اللي كتلقى البنادم ولكن ما تلقاش أصلا ألماني، تلقاه أجنبي، حيت هنا داخلين سوق راسهم. هذه النقطة الثانية اللي إيجابية. النقطة الثالثة اللي تنشوفها حتى هي إيجابية، هي أنه كلشي موجود هنا. بغيتي لاصال، بغيتي الماكله، بغيتي كلشي. المهم داكشي اللي كتبغى راه غادي تلقى حداك. ما تلقاش المشكل في هادشي. هادو 3 النقاط الايجابيه اللي كاينين. غندوي عاوتاني نقول واحد النقاط السلبيه اللي كنشوف انا هنا. كاين اول حاجه الحياه الاجتماعيه هنا منعدمه. دونك ماشي بحال دابا حنا في المغرب مولفين انك صاحبك كذا، هذه الخدمه، القهوه، المسائل، جارك كتعرف. المهم انا نقول لكم واحد البلان. انا دابا في هذه العماره اللي ساكن فيها انا تقريبا فيها 100 ابارتمون. كنعرف شي واحد، كنعرف وقيله واحد الدري اللي كنتلاقاه، السلام صافي. الحياه الاجتماعيه منعدمه، ما كايناش.
خدمه لخدمه. انا حتى الان ما عنديش شي صاحبي هنا المان، هما دايرين داك الابش يعني داك الحدود ديالهم وصافي. انت فاش كتشوفهم هكا حتى العقليات يعني ما كياش. الحياه عندهم هي انك كتخدم السبت كتمشي تزها، ولا الجمعه كتمشي تزها، هما ماشي انا. كتمشي كتزها كدا في الصباح كتصبحكا وصافي ديال الحياه. حنا ما كابرينش في هادشي، حنا كابرين كتمشي كتسالي خدمه، كتمشي القهوه، كتجلس مع الدراري المسائل. المهم هادشي ما كاينش. صافي بغيتي دير هادشي كل نهار يطيح لك غالي. ثاني حاجه المشكله الدراري ديال الكرا هنا غالي بزاف لدرجه انك النص ديال الشيء اللي كتصور يقدر يمشي لك في الكرا. وداك الشيء علاش ما عرفتش. المهم هذه نقطه خايبه بزاف كنشوفها. وثالث حاجه الجو اخوتي يعني راه خايب بزاف بزاف بزاف. يعني هنا لدرجه انك تكون موتيفي، كاين واحد الانرجي كتلقى تدور هكا. كتلقى دابا انا هذا النهار ما كنتش باغي نبقى ندير فيديو كاع بسبب الجو. كتنوض انت ما كتعرفش شنو واقع لك، نايض دك وهذاك في الاخر كتكتشف ان الجو. الناس اللي كيقول لك لا حنا باغيين الجو، كيعجبنا الضبابه الهيت. حتى خوياتنا حنا كنا كنقولوا تعجبنا الثلج، تعجبنا الشتا، ولكن راه فاش كتجي لهنا انت اصلا وانا اصلي وانت اصلك افريق كبرين في المغرب. نكونوا واقعيين، كابر في الشمس يفوا يتبدل عليك الديكور صافي راه ما غاديش ترتاح. ما غاديش ترتاح كاع. تجي الشمس تطلع هنا الشمس تحس براسك فرحان وتجي الشتا عاوتاني. والناس اللي في اوروبا وهذا نتمنى تعطيو الراي ديالكم في الكومونتير. المهم انا ذكرت الايجابيات والسلبيات. الناس عاوتاني حنا نهضروا على المغرب، يعني المغرب كيف ما كنعرفوا الحياه الاجتماعيه زوينه، الجو زوين، الماكله زوينه، كلشي زوين ولكن خاص فلوس. الناس اللي عندهم الفلوس في المغرب راه عايشين مولوك. والله الا تنحسدكم ولكن الله يسهل الجميع. حنا كان الناس اللي عندهم فلوس في المغرب يعني عندهم فلوس، ما تنقولوش حنا بنادم اللي مقاتل. اللي عنده فلوس وهذا راه تبارك الله، الله يسهل عليكم الله يزيدكم. وكنصح الدراري اللي كيبنيو راسهم وسالفه بهم وفحالي انا بوفري بنادم الله يحسن العوان اللي ساكن في المغرب ماشي في مروكو. خوتي جيو بنيو مستقبلكم. شوف المهم درك حاجه بحاجه، زيدي واخا تزيد خطوه لقدام، واخا تبعد على عائلتك. تقدر تقول خطوه للوراء من اجل خطوه للامام. تبعد على عائلتك تلقى مشاكل، تحس بالقنط، ولكن طوميم راه الوالدين ديالك فاش يشوفوك على الاقل مبعد وجهك على الحومه ومبعد على الصداع راه غادي يفرحوا. والله حتى غادي يفرحوا اخويا. والناس تبارك الله اللي ميسر عليهم الله وكيشدوا مزيان. خويا ولا اختي ما عندك ما دير باوروبا، جلس في المغرب، بروفيتي الجو، بروفيتي الثقافه ديالنا. والله الا داكشي زوين بالله، يعني انت زوين تحس بيه تشخوي البلاد، عاد تحس بداك البلانات كاملين. وهذا الشيء اللي كاين الدراري. ما نطولش عليكم الفيديو. كنتمنى راني كنشوف الكومونتيرات ديالكم كاملين. والله حتى ناكسبت اي نقد، يعني النقد البناء والله الا على راسي وعينيا. انا اصلا باغي نطور راسي وباغي نمشي بعيد في هذه القناه ان شاء الله معكم. وبفضلكم ان شاء الله غادي نكمل هذا الشيء. واي موضوع باغي ندوي فيه على الراس والعين كتبوا لي في الكومونتيرات. هذا ما كان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.